سلام، واش اخبارك بان في ثانيه وحده يقدر الضوء يسافر 300 الف كيلومتر؟ في ثانيه وحده انت اش تقدر دير؟ تقدر ترمش جوج مرات، تقدر تنقص في بلاصتك مره واحده، لكن باش دير بحال الضوء وتسافر 300 الف كيلومتر غيخصك عامين ونص تقريبا وانت كتجري. تخيلوا معايا ان هاد الثانيه كانت كافيه بالنسبه للكون باش ينطلق من تقريبا والو لبزاف، يعني بحال شديتي حبه ديال الرمله ورديتيها قد الشمس. التقسيم ديال الوقت ديالنا ما غيصلحش باش نفسر اشنو طرا في الثانيه الاولى ديال الكون، داكشي علاش غنقدم لكم البلانك. لا ماشي هذا، هذه البلانك هي واحد الوحده زمنيه اللي شدينا فيها الثانيه قسمناها على 10 و43 مره، وإلا بغيتو تعرفوا البلانك قداش ها قداش. نحلوا واحد بارونتيز. القوى اللي كتحكم في الكون اربعه، اللي هي الجاذبيه، القوى الكهرومغناطيسيه، القوى النوويه القويه، والقوى النوويه الضعيفه. هاد القوى بربعه كانوا مجموعين في قوه واحده، وهذا الشيء اللي كنعرفوه الفيزياء اليوم ما كان صالح لوالو. نسدوا البارونتيز. نرجعوا دابا لديك الوقيته بالضبط فين بدا الكون. الكون كان نقطه اللي الحراره ديالها كانت كبيره بزاف، والكثافه ديالها غنخليها على الله، ما يمكنش تصورها. هذيك النقطه لاسباب غير معروفه بدات كتكبر. هذوك القوى بربعه اللي كانوا مجموعين تفرقت عليهم الجاذبيه هي الاولى، وتبعتها مباشره القوى النوويه القويه. هذا الشيء غيتسبب في اطلاق كبير ديال الطاقه اللي بدوره غيتسبب في ان الكون غيكبر بزاف. عرفتي شحال بزاف؟ اكثر من 590 الف مليار مره. نعاودها لك، اكثر من 590 الف مليار مره. هذه المرحله تسمات بمرحله التضخم، ايبوك اوف انفليشن. هادشي كامل اللي قلت ومازال ما وصلنا حتى للنص ديال ديك الثانيه اللي دوينا عليها في الاول. الكون دابا كبر، ولكن الحراره باقا طالعه بزاف. هاد الحراره غتلعب دور كبير في هادشي اللي غيطرا من القدام، وهادشي اللي غندوي عليه في الفيديو الجاي. المعرفه ما ديالي ما ديالك، ديالنا كاملين، وما كتسوى والو الا بقى محتكرها شي واحد. داكشي علاش الا عجبك الفيديو حاول تبارطاجيه مع صحابك باش هما يعرفوا، وما تنساش دير لايك وتخلي لنا شي كومونتير تحت، وتابونا في لاجين باش يوصلك الجديد. تهلاو.